السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. بغيت نشارك معكم هاد الكيكة ديال المول، صراحة كتجي رائعة بالكريمة ديال المنظري. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. كتجي غزالة لذيذة وهشيشة، والمذاق ديال المنظري أو ديال اليوسفي صراحة كتجي زوينة بزاف. خليكم معايا لاخر الفيديو. الا كنت اول مره كتشوف القناه شارك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. كناخذ واحد الكميه ديال المنظري او اليوسفي، كنقيه وكنطحنوه في الطحانه الكهربائيه. كنقيه مزيان وكنضيف واحد النص ديال القشره، النص ديال القشره ديال واحد المنظريه، ضفت لها غير النص ديالها وضفت عليه 2 كيسان ديال الماء صافي وطحنت كلشي. واخا ضفت الماء يعني فاش كيتطحن هو كيعطي المذاق ديال المنظري، كيزاد العصير ديال المنظري مع داك الماء وكيعطي واحد الكميه لا باس بها. كنصفيوه صافي، كنخليو العصير على جنب وكناخذوا الاناء كنخلط. كنوضع 3 ديال البيضات، 3 البيضات صغارين هادو، الا كانوا كبارين يكونوا 2 كاس معمرش ديال السكر سنيده، واحد الفاني، قبيصه ديال الملح، شيشه صغيره ديال الملح. صافي كنضرب هاد المكونات هادو بالضرب الكهربائي حتى كيتغير اللون ديالهم، ضروري حتى يتغير اللون ديال البيض وتذوب سنيده. صافي من بعد كناخذ كاس ديال الزيت وكنضيف كاس حتى هو ما يكونش عامر بزاف، هكذا نقص واحد شويه. كنخلط داك الزيت مع المكونات وكنضيف كاس ديال العصير المنظري. الا ما كانش المنظري متوفر يمكن لك ديري العصير ديال البرتقال عادي. البرتقال ديرو نفس الطريقه حتى هو طحنوه بالالياف ديالو باش كيعطي واحد القوام هكذا، ماشي سائل بزاف، يعني شويه شويه ثقيل. صافي ودابا كنضيف هنا عندي الدقيق، هنا عبره 2 كيسان ديال الدقيق وربع. الا شفت القوام وضفت 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوه 2 اكياس ديال البيكين باودر. الا شفت القوام معك خفيف ضيف شويه ديال الدقيق واخا بالمعلقه، والا شفتو ثقيل زيد شويه ديال العصير المنظري. صافي هنا خديت هذا المول هذا ديال المول العجيب هذا ديال البيب. صافي كنخوي فيه داك الخليط على هذا الشكل. هذا المول هذا صراحه رائع. صافي كنخبط داك المول باش داك الخليط هكذا يتقاد ويهبط هكذا للجوانب، ميبقاش غير في الوسط. صافي وندخلو للفران. ملي كتقرب الكيكه طيب كناخذ العصير ديال المنظري. شوفوا كيفاش كتحس به ثقيل فاش كنطحن البرتقال ولا هكذا المنظري هكذا بكل شيء بالالياف ديالو كيعطي داك القوام هكذا شي شويه. خديت 2 كيسان ونصف، خديت 2 معالق تقريبا ديال السكر سنيده، ودائما الحلاوه على حسب الرغبه، 2 معالق ديال النشا. وكنخلط هاد المكونات هادو مزيان، كنخلطو مزيان حتى ما يبقاش النشا كيبان. صافي او مكور، وكنوضعو فوق النار تكون مهيله، وكنخليه مع التحراك، ما نغفلش عليه من التحراك. صافي الكيكه ديالي طابت خرجتها، وانا في نفس الوقت كنقابل الكيكه وكنقابل الكريمه كنخلط.
صافي هنا غنقلبو على هاد الاناء هذا باش غنقدمها عليه. كتجل بسهوله صافي. وكان الكريمه مع التحراك دائما الا كتبقي مشغوله انا ضروري كلشي حد كيحركها. صافي كنحرك هكذا مزيان حتى كيتقل هذا الخليط. فاش كيتقل معايا فهمتي بحال هذا الشكل هذا هي قالت صافي مباشره كنخويها فوق الكيكه. كنقد مزيان وكنخبط حتى هو عاوتاني كنخبط شويه باش الكريمه تشد بلاصتها هكذا وتجي مقاده صافي. وكنخليها هكذا تبرد شي شويه. وزينتها هنا زينتها خديت واحد المنظاريه وقطعتها شرائح وزينت انا باللي عندي صراحه. باللي كان عندي خديت واحد كالعقيق فضي كان عندي ورشيته هكا فوق داك الشرائح او الدويورات ديال المنظاري. صراحه جات زوينه يعني تزيين خفيف. شوفوا كي جات ما شاء الله جات رائعه. الزين ديالها فيها جا زوين بزاف وعجبني. المذاق ديالها ما شاء الله. جربوها وتعرفوا المذاق ديالها كيف جا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه. بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب. كنشكركم بزاف. نتلاقى معكم فيديو اخر مع وصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله.